عمري لا تصورت روحي نعمل لي فور هذا الكل باش نتصور مع ترامب. على غير العادة قصيد مع اجونس فواياج اورغانيزي باش نمشي لجوج بلايص باش نعدي نهار كامل. يلا نكتشفوا مع بعضنا كيفاش تعدي لي النهار. جاوني البيبلوتي، هزوني بالمينيبوس، وعطاوني فطور الصباح اللي هو عبارة على كعبة ياغورت وكعبتين بنان. وبعد عملنا بوزة خفيفة، اما قبل ما نوصل للديستيناسيون تاعنا اجا نتعرفوا شويه على البلاصه اللي ماشيين ليها. The Mike Long Railway Market ولا باختصار ترين ماركت، اللي هو بعد 80 كيلومتر جنوب العاصمه بانكوك. السوق متواجد فوق الترام، السكه في الوسط والعباد نصبه من اليسار، ويجي تران يشق السكه يوميا 8 مرات في النهار بين اللي وروتور. النوع هذا من الاسواق نلقاوه في بلايص اخرين من العالم كيما الفيتنام، الهند. معظم الدول تستعمل في السوق هذا باش تروج للسياحه نتاعها عن طريق دي فيزيت ورحلات منظمه كيما اللي جيت فيه هنا، اللي في اخر الفيديو باش نعرفوا قداش تكلفت لي الرحله هذه. يلا نكملوا مع بعضنا دورتنا في السوق. هبطنا بعد شويه، تبعنا السكه، وصلنا للسوق. الحقيقه حسيت روحي في سيد البحري ولا مرشي سنترال، كله موجود من خضره، غله، حومات، حوت، سوفينير، تبش، والعباد ماشيه جاي تقضي في مستحقاتها اليوميه. في اخر السوق لقاو ترمينوس، وين ديجا العباد بدات تتصور انت. تلقى ريستورانات وقهاوي على جنب وين تقعد تاكل ولا تشرب لي طونجي التريمي. والبس يا حرام عليك. ثانك يو. وانا ذاك اش عملت؟ جبت واحدة كوكونات باردة، قعدت نستنى. السلام عليكم. ناسي وحبيبي جملة وبالحملة. ترى ما يحبش يتصور معنا. اي شد روحكم مليح. Picture together. Picture together. سيبوني الزعة سيبوني. فجأة شفت العباد وقفت، بدأت تتحضر في روحها. قلت قاعدين يستنوا في سبيكتاكل ولا مغني معروف باش يجي يعمل كونسير. كقرب الترام الناس الكل جبدت تليفوناتها وبدأت تتصور. اللي لاحظته اللي هي كونتراست بين التوريست كيفاش متحمسين وفرحانين برشا بالترام كيفاش جاي، وبين السكان المحليين والعباد اللي تخدم غادي بالنسبة لهم حاجة عادية قاعدة تصير كل يوم على الأقل 6 7 8 مرات. الحقيقة دب وصل الترام صارت برشا فوضى، العباد الكل تحب تصور معاه، ما همش محترمين القوانين، ما كانتش منظمة ياسر العملية. مادام وصل الترين ونعطيكم شوي معلومات اكتشفتهم غادي بعد ما حكيتهم مع مراتي بياخد بش. سؤالي كان شكون جاي قبل، السوق ولا الترام؟ طلع يا سيدك السوق أقبل وعنده برشا سنوات موجود في نفس البلاصة هذه. أما وقت اللي الدولة عملت ليني متاع ترام عند بانكوك عام 1905 السكة جات في وسط السوق، في عوض تصير مشاكل ولا ينقلوا السوق من بلاصتو أدبتوا رواحهم باش ينجموا يتعايشوا مع الظروف الجديدة اللي من بعد بالوقت ولات وجهة سياحية كبيرة. ويلسوفي يحبس الترام، الناس الكل تمشي تصور معاه.
ملا فوضى. عمري لا تصورت روحي نعمل لي فور هذا الكل باش نتصور مع ترامب. نفس العملية في الركوب. ترامب بعد ما يهبط الركاب يقعد تقريبا ربع ساعة يعبي الركاب جدد ويقصد ربي. سينون الأمانة الحقيقة كانت تجربة ممتعة يعني it was worth it يعني تستحق إنه الواحد يجي يعيشها ويشوف العباد هنا كيفاش يعيشوا كيفاش ينجموا يستغلوها باش يردوها وجهة سياحية ولهنا نحكيو على الحكاية. سينون نعرف فما شكون باش يقول لي فوراكتور على خاطر كنت لابس أزرق ولا لابس أحمر هذا جوست خاطر عرضني حبيت نشري حاجة من هنا يعني كنت نكون سيبورتي في اللوكلز. نعرف اللي ذا أغلى شوية من السوم العادي اللي في وسط البلاد ولكن خاطركم كوا تورستيك اتراكشن وسع بالك يا مدام. ¿Quieres un coco, vale? حاجات هذوما تلقاهم كلش هنا في تايلاند. انا متاكد اللي هذه عندها تيك توك وقاعده تخدم عليه. وتو باش نمشيو للفلوتينغ ماركت. تو باش نمشيو لل كنا في البر باش نمشيو في البحر. يلا اللي بعد. قبل ما نمشيو للي بعد ونعطيكم شوي معلومات سريعة على الفلوتينغ ماركت. فلوتينغ ماركت اللي هي تمثل صورة من صور الحياة التقليدية في البلاد واللي في فترة من الفترات كانت 70% من التجارة في تايلاند تصير عن طريق المياه. مع تطور البنية التحتية برشا من الأسواق هذه بدأت تختفي. قعدوا شوية بركة محتفظين بتاريخهم وتقاليدهم وبطبيعة الحال الدولة قاعدة تستغل فيهم للقطاع السياحي خاصة السوق هذا اللي تقريبا يزوروه بين 500,000 ومليون سائح سنويا. أول ما وصلنا الجيد فسرنا وين باش نتقابلوا. لقاو زورق متاعنا يستنى فينا ديجا وقصدنا ربي. البداية كانت جميلة وسط الطبيعة بأتم معنى الكلمة. غير فما مشكلة بركة. حاجة كيف ضرب لي راسي مرتين على فكرة. خويا السلام عليكم. هاي شد روحكم مليح. يا حاج التجربة هذه تعيش اكسبيرينس ياسر مختلفة. تحس روحك سافرت بالزمن وتكتشف كيفاش كانت الحياة قبل بسيطة جميلة وحتى التجار كانوا ياسر محترمين وياسر جونتي. عجبتك حاجة مرحبا ما عجبتكش مش بالضرورة تشتري. ثانك يو. ثانك يو. بعد ما نشقوا السوق الكل يهبطونا باش نعملوا دور على ساقين. صلي على النبي. 1 باي 1. قاعد نصور بالسرقة خاطر امبوسيبل توا ندفع فلوس باش نصور مع حنش ولا اناكوندا ولا اللي هو هاكا حاسيلو لهنا جوست قالوا لنا عملوا دورة صغيرة في الشوبس بيان سور خاطر يحبونا نشريو حاجات ناكلوا حاجة ندعموا السياحة نتاعهم. والحقيقة تنجم تلقى كل شيء معناتها من الماكلة للسوفينير باش الحاجة تاع حاجات الكترونيك اللي هنا تنجم تلقاها. تحب تعمل قهوة تحب تصب حاجة باردة كل شيء موجود. معناتها عبادة عرفت كيفاش تنفيستي وعرفت كيفاش تخدم على حاجة سبيسيال عندها تدفع فلوس ويجيبوك هما ما تعمل حتى شيء ليترلي ما تعمل حتى شيء. تمشي للماركت نتاع الترا وتجي لهنا للفلوتينغ ماركت معناتها. شوف حاجة برجولية من وراء الخيال يعني. نضرب فيهم في الريز ونقول نزعمهم بالرسم هذا ما نكتبكم. نحترمهم بالرسم.
نلقى له فيو مزيانة. خلينا نعمل شوية تصور باهيين باش نخليهم عندي، بعد نرجع نحكيو شوية. الحاجة اللي لاحظتها زادة لهنا اللي في الزوارق ولا القوارب نتاعهم ما هم جوست موان دو ترونسبور، معناتها فرد وقت ينجموا يبيعوا حاجات، يبيعوا ماكلة، يبيعوا دي سوفينير وكل. داير قبيلة متعدي نلقى واحدة قاعدة تشوي تعمل في باربيكيو على زورق، وانا مخي قاعد يقول لي تصور اذا كان تمساح يتنطر عليها. صلي على النبي ويزم البلادة. اي فوالا هبطنا نودلز بالدجاج. برجولية جاعت خاطر محل نهار طويل، هو بديناه من 8 قلش وقت، من الساعة 4 دايور تفهمنا من الساعة 4 باش نتقابلوا. ان شاء الله يستنوني برك. سينو استنوني في فيديو اخر الجمعة الجاية باش نكتشفوا مع بعضنا برشا حاجات على الديانة البوذية مع صديقتنا نويز.